أهلا بيكم في الحلقة التانية من سلسلة الفيمينين انرجي. ما ينفعش ابقى بتكلم معاكم عن الطاقة الأنثوية وما لبستش البيجامة الكيوت القطقوطة دي. في الحلقات اللي فاتت من سلسلة الطاقة الأنثوية أو الفيمينين انرجي اتكلمت فيها معاكم عن مفهوم الطاقة الأنثوية من حيث الفطرة، الأسلوب بصفة عامة، زي طريقة التعامل وأسلوب الكلام ونبرة الصوت وستايل اللبس وكل الكلام ده. وانا بصراحة كنت فاكرة ان الطاقة الأنثوية من كتر ما هو الضوء متسلط على المواضيع دي بس او على الجانب ده بس من الطاقة الأنثوية، كنت فاكرة ان الطاقة الأنثوية بس صوت وكلام وطريقة تعامل وستايل لبس وكل الكلام ده. لكن لما قعدت مع نفسي لقيت انه لا، ده ليها جوانب كتيرة جدا، واللي جه في بالي وقتها هو العلاقات. لما لقيتني بسأل نفسي هو ليه في بنات كتيرة جدا على الرغم من ان شكلهم واو ونشوفهم نقول ما فيهمش غلطة فعلا، بس تلاقي علاقتها وتجاربها كلها فاشلة. بيبقى نصيب في الأول وفي الآخر، بس ده ما يمنعش برضو إن بيكون فيه شوية عوامل وأسباب بتأثر على نهاية أو فشل العلاقات اللي هي بتدخلها دي. أصل مش معقولة يعني مفيش راجل بيفهم يسيب الجمال ده كله ويروح يختار واحدة أقل منها في الجمال وسبحان الله العلاقة معاها تكمل. طب ليه بقى؟ ما هو اكيد في سر اللي لقاه بقى في البنت دي التانية معرفتش تدهوله. علشان نكون فاهمين كده قبل ما نبدأ، في فرق كبير جدا بين انك تكوني موجودة في العلاقة مجرد جسد وبس من غير روح، وانك تكوني موجودة وقادرة وفاهمة انوثتك صح. عشان الطاقة الأنثوية عمرها ما كانت مجرد خضوع للعلاقة، بالعكس طاقتك الأنثوية أساسها التوازن. من غير توازن انسي يبقى في تواصل بينك وبين طاقتك الأنثوية. في شوية مفاهيم مغلوطة في جانب العلاقات ده، فأنا لازم أوضحها لكم. خلينا ناخدها واحدة واحدة كده. أولهم ناس كتير فاهمة إن الطاقة الأنثوية هي مجرد سعي. عايزة أقولك إنك انسي إنك تكوني أنثى وإنت دايما الشخص اللي بيسعى، الشخص اللي بيجري يحل ويصلح ويبادر ويدي. طب ودور الراجل اللي معاكي فين؟ هو فين أصلا من كل ده؟ عايزة أقولك إن انت السبب عشان انت مش مدياله مساحة أصلا تشوفي هل الطرف اللي قدامك ده لما تسيبي ليه مساحة هيبادر ويسعى ويعبر يكون قوام فعلا ولا لأ. ودي مش فطرتك أصلا، انت كده بتحولي أنوثتك لطاقة ذكورية. بالنسبة لي العلاقة وقتها بتكون قايمة على 2 رجالة مش على راجل وست أبدا، ما انت واخدة دور الراجل. وبعدين بقى بترجعي تسألي هي ليه العلاقة انتهت؟ والله ما هو حضرتك هو بيدور على طرف ناعم رقيق دلوع مش هيتجوز صاحبه. المفاهيم المغلوطة برضو هي مفهوم العاطفة. الراجل لما بيدخل علاقة بيبقى عايز منك فطرتك اللي اتخلقتي عليه. طيب ايه هي فطرة البنات؟ الدلع، الدلال والمشاعر اللي منهم الحب والحنان طبعا. وهو مش هيسيب مديره في الشغل عشان يلاقي المكان اللي مفروض يلاقي فيه راحته، عكس كده يلاقيه مكان مليان سيطرة وأسئلة وتحكمات. حبيبتي ما هو هيطفش. تالت مفهوم بقى هو مفهوم الاتزان، والاتزان مش معناه انك تتنازلي، الاتنين عكس بعض تمام. حدودك ومبادئك وكرامتك خط احمر. لازم تكوني عارفة توازني بين انك بتحبي الشخص ده وبين انك خاضعة للشخص ده. فرق كبير قوي ما بينهم. ما اصلي مفيش راجل، بلاش راجل، مفيش بني ادم سوي عموما هيحب ان الطرف اللي يكون بيتعامل معاه، سيبك من ان هو بيحبك تمام، سيبي ان انتوا الاتنين بتحبوا بعض، انا هو واحده تمام صاحبه لي ايا كان، عمري ما هحب ان انا ابقى بتعامل مع واحده ما عندهاش حدود، ما عندهاش مبادئ، ما عندهاش كرامه، ما عندهاش شخصيه اصلا. ما بالك بقى براجل سوي نفسيا عايز يدخل علاقه نظيفه وصحيه؟ ازاي هيحب ان انت تكوني معدومه كل الحاجات دي؟ فمفيش راجل او زي ما قلت بني ادم سوي نفسيا هيحب الطرف اللي بيتعامل معاه يكون شخص معدوم الشخصيه والحدود، الا لو البني ادم ده طبيعي بقى ما هيصدق وقتها يلاقيكي عشان يدوس عليكي اكتر، ما انت لقطه. ولكن حطي حدودك بس من غير ما يحس انه داخل في حرب. يعني خليكي ذكيه، وظفي صفاتك صح ووزني ما بينهم، ما تخليش صفة تأثر أو تاخد من صفة تانية. ده مش معنى ان انا بقولك ما تضغطيهوش، ما تتحكميش فيه، ما تسيطريش عليه، ما تضغطيهوش وكل الكلام ده ان انا بقولك ما تطلبيش اللي انت عايزاه. لا،
خدي كل اللي انت محتاجاه وكل اللي انت عايزاه، بس بتوازن من غير ما يحس ان هو مضغوط. اعرفي بتطلبي امتى، الطريقة اللي تاخدي بيها او تطلبي بيها، الوقت اللي تاخدي وتطلبي منه فيه امتى، وكل الكلام ده بيفرق جدا. من المفاهيم الغلط برضو انك تبقي فاكرة انك لما تبقي ناعمة ورقيقة وهادية وما بتتحكميش فيه وما بتسيطريش عليه انه هيدوس عليكي. بالعكس، الراجل السوي نفسيا طاقتك الأنثوية هتأثر عليه بالإيجاب مش السلب. يعني هتلاقي طاقته الذكورية وقتها، وقت ما تبقي عارفة توظفي وتحسي بطاقتك وتشتغلي على طاقتك الأنثوية فعلا، هتلاقي ان طاقته الذكورية بتعلى ازاي؟ بانه هياخد دوره الطبيعي، فطرته اللي مخلوق عليها، انه يبقى مسؤول ومبادر، يعني بمعنى اشمل قوام. لكن لو انتوا الاتنين اخدتوا نفس الدور، انسوا ان العلاقة تكمل، هتتخرب. بنات كتيرة جدا تقولك هو بيحبني جدا وانا كمان بحبه ومدياله كل مشاعري ووقتي ودايما مهتمة بيه ومش بسيبه لحد ما طاقتي بتخلص، ومع ذلك علاقتنا مش حلوة ودايما فيها مشاكل. مش عارفة ايه السبب. ما هو سبب انك متاحة وانك مضمونة، انك ناسية نفسك ولغياها اصلا وحطاه هو اولوية مكان نفسك، وواخدة دور مش دورك. ده انت حتى مش مدياله مساحة انك توحشيه. لسه بتسألي ليه؟ ما انت سايبة دورك ورايحة واقفة معاه في دور. طب ليه؟ ما تشوفي دورك في العلاقة وتعملي اللي مطلوب منك، لكن رايحة تساعديه يعمل دوره. بس وانتي رايحة تعملي دورك لازم تعرفي دورك صح، يعني ما تجريش تهتمي بشكلك وستايلك وسايبة جوه الدنيا زريبة. لما تبدأي تظبطي جوه بشكل كبير جدا هينعكس وهيأثر على مظهرك من بره، علشان أنوثتك مش في شكلك وبس. بنات كتير زي ما قلت جمالهم مش طبيعي بس طاقتهم الذكورية عالية جدا، وقتها الراجل يعمل ايه؟ ينسحب من عندك ويروح للي مدياله مساحة ومخليه يشوف دوره ويعمله، وهي مهتمة بدورها. تعرفي امتى بقى انك ماشية في الطريق الصح؟ لما تكوني ست رايقة. عارفين انتوا الست اللي عندها كل الفرص انها تجري تدور وراه عشان تعرف بيخونها ولا لأ، بس هي روقانها عندها اهم حاجة، يعني مستنية لما تتكشف لها الحقيقة وتتقدم لها على طبق من ذهب وهي قاعدة مكانها. وقتها بقى تبقى تشوف الموضوع ده بيقول ايه. غير كده هي قاعدة تغذي عقلها وتثقف نفسها، تعمل شوبينج، تهتم بنفسها، تشوف وتراعي مسؤولياتها. غير كده تعرفي امتى برضو؟ لما تكوني سايبة مساحة امان للطرف التاني يقعد يتكلم معاكي من قلبه فعلا، بالنسبة له مكان راحته مش مكان نكد وقرف وضغط عليه. تالت حاجة برضو من الحاجات اللي بتعرفك انك في كامل طاقتك الأنثوية، انك بتخضعي لقوامته بس باتزان. يعني ناس كتيرة فاكرة ان احنا لما بنطلع ونتكلم عن الأنوثة وبنقول للناس ونقول للبنات ما تبادرش وكل الكلام ده، ان احنا بنقول لهم ما تسمعوش كلام الرجالة وبنحرضهم عليها. انا بالنسبة لي انا مش ده اللي بقوله في كلامي. لو انت فهمته كده يبقى يعني محتاج يعني ايه تثقف نفسك اكتر. لكن انا بقول كل حاجة في العلاقة تبقى باتزان، سواء من راجل او من ست. يعني الست بتخضع لقوامة الراجل لان هو قوام عليها ودي فطرته، تستقبل اوامره، بتطيع اوامره، لكن في نفس الوقت ما يكونش الراجل لاغي شخصيتها وكيانها وعاوزها تخضع ليه. من ضمن الحاجات برضو لما تبقي راقية حتى في وجود المشاكل والصراعات وحتى في الانفصال، محترمة ذاتك ومكانتك، ومجرد احساسك بقلة التقدير بتنفصلي فورا. على الرغم من ان خطوة الانفصال دي حاجة صعبة جدا على اي انثى، بس بجد بحيي اي ست قادرة انها تاخد خطوة زي دي في علاقة مؤذية وقادرة تحفظ كرامتها، مش بتسعي انك تنمي او تكبري العلاقة. واللي مش حاطك في مستقبله ما بتشوفيهوش في يومك، عشان احنا هنا مش بنلعب. اخر حاجة بقى، اسألي نفسك سؤال واحد وهو اللي هيحدد اذا كان في خلل جواكي وفي العلاقة اللي انت فيها ولا لا. هل انت لما توقفي اللي بتقدميه، بمعنى اصح انك تسحبي السجادة من تحت رجله، هيفوق وياخد دوره الطبيعي ولا مش هيفرق له ويكمل من غيرك عادي؟ وقولولي امتى حسيتوا ان طاقتكم الأنثوية غايبة. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، وما تنسوش تقولولي ايه الجانب اللي حابين تعرفوا أكتر عنه من ناحية الطاقة الأنثوية الحلقة الجاية. وبس كده، سلام عليكم.